اليوم ميني بف حالي بطريقتي. الطريقة موجودة بالصفحة. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكومنت. نشوف الطريقة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، كيفكم جميعا؟ إن شاء الله بخير. اليوم بشارك معاكم وصفة حلا مرة لذيذة راح تدمنوها. ميني بف بس حالي. احنا عارفين ان البف سمبوسة برمضان، لا ميني بف حالي. نشوف المقادير مع بعض. عندي استخدمت الاكواب المعيارية. عندي كوبين دقيق، ربع الكوب حليب، ربع الكوب زيت، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة خميرة. ما عندك الاكواب المعيارية لا اله الا الله، بيالة الشاهي، سكر، زيت، حليب على كوبين دقيق. نعجنها بكوب موية او حسب الحاجة، ممكن تزيد عن الكوب. نحط المقادير مع بعض. بسم الله. كوبين دقيق، حليب، ملح، خميرة، سكر. تحسي ان السكر واجد اعطيني ملعقة. قللي كمية يعني انا حاطة بيالة على كاسين دقيق. لا اله الا الله. ربع الكوب، هذا هو عندك ربع الكوب زيت وحليب. ما عندنا اكواب معيارية نفس البيالة نفس الحجم. نخلط الدقيق مع الزيت واضيف كوب موية. قابل للزيادة من دقيق لدقيق، تفرق نفس هذا. ما راح البس جلافز، بعجنها بيدي عشان اتاكد من ملمس العجين. اشوف اذا احتاجت زياده لا. وهذا قوام العجين ما شاء الله. نخليها ترتاح لما يتضاعف حجمها. طبعا بنحشيها جبن مربعات اي شركه عادي. بالنسبه للكاس المويه انا افضل انك ما تضيفيه مره واحده، تضيفيه بالتدريج، لان زي ما قلت من دقيق لدقيق راح يختلف احتياجك للمويه. يلا نشوفكم بعد ما تخمر. والحين بعد ما خمرت عندي العجين قسمتها الى جزئين. بسم الله. نفرد الجزء الاول. اي حجم عندي نقصصها بشكل دوائر. طبعا خليتها رقيتها يعني بفردتها بحجم وسط، ما هي رقيقة ولا هي متينة، خليتها متوسطة. بعد ما قصصناها بشكل دوائر، عندي آلة التشكيل بحط فيها جبن. طبعا الحشوة اختيارية، انتي وش حابة تحشيها احشيها، بحيث انك تقدميها حالي. يعني هذا هو الشكل. ما عندك آلة التشكيل لا اله الا الله. قبل ما نحشيها نفردها، ناخذ مكعب الجبن نحطها نسكها كيف لما نسوي البف، نفس الشيء. دقيقة هذه نفس الشكل. كمل الكمية وارجع لكم. وبعد ما خلصنا الكمية الأولى الحين نروح مرحلة القلي. شغلنا الزيت نقليها. ما تاخذ وقت ترى في القلي، لازم تكوني سريعة وما تكثري في المقلي، يعني 4-5 حبات زين. نفس البف
تاخذ اللون الذهبي ونطلعها على طول. يعني انا احط 4 5 عشان اقدر اتحكم فيهم بسرعه تاخذ لون. لا اله الا الله. كذا خلاص. هذا الشكل النهائي للحلا. نحطه في حابه تحطيه في صحن التقديم، تحطي عليه عسل براحتك. انا بحط عليه شيره عندي في الثلاجه، ما بكثر المقدار هذا بس. نقلبها بالشيره ونحطها بصحن التقديم. وهذا الشكل النهائي. حبيتي تقدميه كذا بكيفك، حبيتي تزينيه بالجوز بالفستق يعني طريقة التزيين ترجع لك. وعلينا وعليكم بالعافية. نفتح معكم واحدة نشوف القوام من داخل. هذا القوام. أتمنى أنكم تجربوها. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس وكومنت. بدي أجربها. نشوفكم بوصفة ثانية.